السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة سعيدة إن شاء الله عليكم وعلى الجميع يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها سنة مباركة علينا يا رب العالمين. النهاردة عملت الترابيزة بتاعت رأس السنة وحضرتها. حضرت الجيلي المزيج، وحضرت القعدة اللي هنسهر بيها، وبالليل هعمل بقى السندوتشات. يلا بينا على مطبخ لقمة زمان نشوف حضرنا الحاجات دي ازاي. زي ما شفتوا حبايبي التورتايه الحلوه اللي في اول الفيديو محتاجه للحاجات اللي قدامنا دي دلوقتي بمنتهى البساطه كده. واحد جيلي تفاح، واحد جيلي مشمش، واحد جيلي فراوله، وثلاث كوبايات وثلاث اطباق، ثلاث اكياس، ثلاث اي حاجه تحطي فيها كل كيس. وطبعا ثلاث معالق عشان ما تقلبيش من معلقه لمعلقه اللون يتغير معاكي. بكل بساطه كده هنفتح باكيت الجيلي بالشكل ده. في كل كوبايه كده الجيلي بتاعها. بكل سهوله كده، مش محتاج مننا لا شغل ولا فرن ولا حاجه، وسهله، واولادنا بيحبوها جدا جدا وهيتبسطوا بيها قوي. لو تعملها لهم في ليله راس السنه كده وانتوا قاعدين سهرانين مع بعض هيحبوها خالص، وهتبقى شكلها حلو. انا مش جايه اوريها لكم لان كلنا عارفينها، بس جايه اذكركم بيها. اعملوها سهله يعني. احنا بنذكر بعض، مش بنفهم بعض ولا بنعلم بعض، بندي افكار لبعض، بنقول معلومه بالشكل ده. لكن كلكم بسم الله ما شاء الله متعلمين وفاهمين، وكل واحد عارف ايه اللي بيعمله. كده الثلاث كوبايات معايا الميه المغليه بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هي كل واحده من دول بتاخد كوبايتين ميه، لكن احنا هنعملها بكوبايه بس بالشكل ده كده. وهنقلب بالشكل ده كده لحد ما يعني نشوف النضاف خالص، ميبقاش فيه تكتلات تحت، لان في الاخر لما بنيجي بنفضي الجيلي بنحس ان فيه تكتلات لسه تحت. بالشكل ده كده ميبقاش فيه ولا حاجه من الجيلاتين بتاعت الجيلي متكتله خالص اهو كده. لا لسه شويه. طول ما في حبيبات كده تعرفي ان هو لسه ما دبش بالشكل ده. خلاص كده. وعلى الطبق بتاعها بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده. والتانية بنفس الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. ده المشمش. وبرده في الطبق بتاعها، والتالتة في نفس الحكاية في الطبق بتاعها. بس اتأكدوا ان مفيش تكتلات في قلب شايفين كده في تكتلات اهي. اتأكدوا ان مفيش تكتلات في قلب الجيلي. هياخد معاكي بس شوية تقلبي فيه وخلاص. ودي الكوباية التالتة ومية مغلية بالشكل ده. وهنحط كل صنف في الطبق بتاعه وندخله التلاجة يبرد، وارجع لكم المرحلة الجاية ان شاء الله. كده حبايبي الجيلي بعد ما جمد في التلاجة، المرحلة التانية بقى هننفذها. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي نقطع الجيلي بالشكل ده كده.
بكل سهوله كده. ده بالسباتيول يعني بيتقطع. كل الاطباق هنقطعها بالشكل ده كده، الحته الكبيره نقطعها كده. سهل كده وبسيط، وهيبقى هيبقى شكله جميل قوي في سفرة التقديم بتاعتك. اعمليه ومش هيكلفك. انا بقدم لك الحاجة البسيطة السهلة المميزة اللي شكلها حلو يعني، ومش هتكلفك اي حاجة. بالشكل ده كده. حتى تقطيعه سهل يعني. بالطريقة دي كده. معانا بقى للمرحلة الثانية نص كيلو حليب. يعني اخدت منه نص كوبايه بردتها عشان خاطر ابرد بيه بعد كده. معايا 3 معالق جيلاتين والفانيليا. الحليب مش عايزاه يغلي، عايزاه بس يسخن بس، مش اكتر من كده. وهدوب معلقتين الجيلاتين دول بشويه ميه. بالشكل ده كده. كده اللبن سخنته على النار، ودوبت الجيلاتين في شويه ميه كده زي ما حضراتكم شايفين. حطيت هنا كمان 3 معالق سكر وشويه فانيليا. ما تكتروش الفانيليا عشان ما تمررش. ومع التقليب بسم الله الرحمن الرحيم هنضيف الجيلاتين دفعه واحده كده، ندوبه في قلب اللبن. هيدوب معانا الجيلاتين بدون طعم ولا ريحه. بالشكل ده كده. كده قطعت الجيلي ودوبت الجيلاتين في اللبن السخن. وانا كنت حايشه نص يعني كوبايه الا ربع، حطيتها في الفريزر شويه، بردت بيها وحطيت دلوقتي دي ميه ساقعه. ميه ساقعه فيها كان فيها تلج. وهطبق ان شاء الله كده ايه القالب مع بعض يعني. بسم الله الرحمن الرحيم عشان خاطر ده عايزاه يوصل لدرجه حراره الغرفه. الجيلي كده بسم الله الرحمن الرحيم. انا قطعت كله بالشكل ده كده. نرص بقى احنا زي ما احنا عايزين ونشكل الشكل اللي احنا عايزينه. حبة اخضر حبة احمر بالطريقة اللي احنا عايزينها، اللي في الاخر هتطلع لي الشكل النهائي للصينية. الطريقة اللي تحبيها شكلي بيها. ناخد حبة اصفر. هتطلع لكم في الاخر منظر جميل وهيبسط اولادنا قوي في راس السنة، اجازة بقى وقاعدين بالشكل ده. نرجع نحط الاحمر تاني. هتعجبكم جدا وشكلها هيبقى جميل ومميز. وكل مرة لما يكون عندكم مناسبة عيد ميلاد ولا حاجة ولا احتفالية هتعملوها. نفضل نحط طبقة ورا طبقة ونشكل كده
لحد ما نخلص كل كمية الجيلي اللي عندنا. كده انا بردت اللبن بالجيلي بالسكر بالفانيليا بحبة مية باردين بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتدي اصب فوق الجيلي كده الخليط اللي احنا عملناه اللي باللبن بالشكل ده. هو يا دوب نص كيلو لبن على قالب التوست، وعلى طول هدخله في التلاجة يبرد وهقدمه مع حضراتكم. استنوني. كده حبايبي خلصت الموزاييك، تورته الموزاييك، وقطعتها. هي بتتقطع بكل سهوله بس هي عشان بعيد عني. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده كده. بتطلع معانا كمان بكل سهوله بالشكل ده كده. وحضرت القعده النهارده بتاعت راس السنه. عشان اجازه ونفرح اولادنا، وبحب اعيد على زوجي واولادي واقول لهم كل سنه وهم طيبين. وشكرا يا زوجي الحبيب الحاج ابو احمد، الله يبارك لك والله يديك الصحه والعافيه ويجازيك عنا خير الجزاء. بيحب يفرحنا دايما، الله يبارك له، الله يشفيه، الله يرضيه، الله يرزقه من مطرح ما يحط رجليه بحق جاه النبي حبيبك يا ارحم الراحمين بحق جاه الله. وبعدين بقول شكرا لكل راجل لكل راجل لكل راجل، مش بقول لكل ذكر لان الذكور كتير، لكن الرجاله اللي شبه جوزي كده واللي شبه الحاج ابو احمد قليلين جدا. اللي بيحب يراضي بيته ويحب يراضي اولاده ويحب يراضي زوجته، يحب يجيب لهم حته من السما ويديها لهم. الله يبارك لك يا حاج. شكرا يا حاج. كل سنه حضرتك طيب، وكل سنه وانت دايما بخير، وكل سنه وانت في حياتنا، كل سنه وانت دايما راضي ومتراضي ومراضي اللي حواليك يا ارحم الراحمين. وسنه سعيده عليك يا حاج. وان شاء الله نشوف اولادنا دايما في اسعد حال يا رب العالمين، ويفرحك بيهم ويفرحنا بيهم. اللهم امين يا رب العالمين. الراجل اللي بيسعد بيته وبيسعد مراته الله يبارك له. الراجل الطيب الله يبارك له. اللي بيحسس مراته انها حته غاليه، عنده حته غاليه من قلبه برضه الله يبارك له. عندي اكتر من معديه 50 سنه، لكن حاسه ان انا عندي 20 سنه في ظل جوزي. الله يبارك لي فيه ويبارك لكم في ازواجكم ويورينا كل الخير معاك يا حاج يا رب العالمين. وشكرا ليك يا حاج. هنعمل دلوقتي فنجان بن للحاج اللي بيحبه بن العميد، الحاج برضو اللي بعته لنا الله يبارك له. نعمل فنجان بن كده حلو عشان القعده دي عايزه فنجان بن. بن العميد ده فاتح على غامق. بسم الله الرحمن الرحيم. هنظبط فنجان بن كده، القعده دي عايزه كده فنجان بن متظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. نشرب معاكم كده فنجان بن. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنه وانت طيب يا حاج ابو احمد. الله يبارك لنا فيك ويبارك لنا في عمرك ويبارك لنا في اولادنا ويفرحنا بيهم. قولوا امين. قولوا امين. ربنا يحفظ كل زوج مخلص ومراعي بيته ومراعي اولاده ومراعي حياته في بيته. الله يبارك له كل خير في كل حياته ويكتب له كل خير بحق جاه الايام المفترجه عند الله، ويجعلها سنه مفترجه وسنه مباركه على كل زوج طيب، كل زوج مخلص، كل زوج ما بيبخلش على اهل بيته باي شيء، زي الحاج كده ابو احمد زوجي الغالي الله يبارك لي فيه. وانا هعمل لك فنجان بن يا حاج من اللي انت بتحبه، بن العميد، في الكنكه الجميله اللي انت باعتها لنا برضو. لازم ولابد نعمل معاكم فنجان البن ده عشان القعده عايزه فنجان بن، واحنا قاعدين بنعيد على بعض. نعمل الفنجان كده، مش عايزه ولا حته بن تقع مني، عشان بن العميد ده طبعا كلكم عارفينه. وعملت القهوه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. والف هنا. وكده قعدتنا بتاعت راس السنه النهارده. كل سنه وحضراتكم طيبين.
شكرا ليك يا حاج، وشكرا ليكم، والسلام عليكم.